بجد اي حد عنده شوية دقيق وشوية كاكاو هيعمل الكيك التحفة ده. كيك اقتصادي بدون حليب بدون فرن بدون بيض بدون زبدة. شايفين الجمال ده كله بشوية دقيق وشوية كاكاو بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك عشان بيرفع الفيديو يا حبايبي، وشير وكومنت حلو كده من قلبكم تشجعوني بيه، عشان اجيب لكم وصفات اقتصادية وحلوة جدا كده تفرحوا بها اولادكم بدون اي تكاليف. تمام. اول حاجة عندي كوباية ونص من الدقيق، 250 جرام. انا هقول لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام وهسيبها لكم في صندوق الوصف. عندي هنا ربع كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى يا بنات، 22 جرام. بقلب الخليط اللي هو الجاف كده مع بعضيه، الدقيق والكاكاو. بعد كده 200 جرام من السكر، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج صودا أو البيكربونات الصوديوم، وذرة صغيرة من الملح، وباكت من الفانيليا. طبعا الفانيليا لو مش موجود عادي خالص، بس التزموا بالمقادير التانية. أما الفانيليا مع أي كيك شوكولاتة حتى لو فيه بيض عادي خالص، ممكن مش تستعملوها تماما. قلبنا المكونات الجافة، بننزل عليهم بكوباية من المية المغلية. لازم يا بنات تكون المية مغلية وسخنة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. معايا تلت كوباية من الزيت، طبعا لازم يكون زيت كويس ما يكونش له ريحة. وكمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض يا بنات. شايفين التفاعل اللي حصل لما نزلنا بالخل على البيكنج صودا؟ بقلب الخليط كويس جدا كده. انا كده عايزة ربع كوباية كمان من المية المغلية، يبقى اجمالي السائل اللي احنا ضفناه كوباية وربع من المية المغلية. بقلبهم كويس جدا بالشكل ده كده لحديت لما بيكون خليط الكيك بالقوام ده. هو ده كده القوام المظبوط. طبعا الخليط ده بيعمل لنا صينية حجمها حلو جدا جدا، مقاس 26. تمام. بجيب عندي صينية مقاس 26، بدهنها بمسحة من الزيت، وبنزل الخليط ده فيها يا بنات. طبعا مش لازم تكون الصينية تيفال او جرانيت، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون اي حاجة تانية. تمام. ممكن لو ما عندكيش صينية ممكن تعملي في حلة. ما تعقدوش نفسكم وتقفوا على تفاصيل بسيطة. خلاص. بنزل بالخليط كويس جدا كده بالشكل ده، وبتعملي الخليط ده بتخبطي الصينية على الرخامة كده خبطتين علشان تطلعي الفقاعات الفراغات بتاعت الكيك. تمام. بحطها على العين الوسطانية، الشعلة الوسطانية، بس اهدى درجة حرارة خالص لعين البوتاجاز. بنعمل بقى الصوص اللي هنحطه على الكيك لما يستوي. الصوص ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كوباية من السكر، نص كوباية من الحليب، معلقتين كبار من الكاكاو الخام او ربع كوباية من الكاكاو الخام. خلاص. وكمان ربع كوباية من الزيت، بس بنزل بيه سرسوب رفيع كده من فتحة الخلاط زي ما حضراتكم شايفين معايا. شايفين القوام بيتقل ازاي؟ طبعا ولا احتاجنا بقى نعمل بنشا ولا بدقيق ولا بأي حاجة، هو زيت وسكر وحليب وكاكاو بس كده مكونات الصوص بتاعنا، وبيكون معانا ألذ صوص شوكولاتة ممكن تعملوه. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تحفة جدا جدا. طبعا الكيك بتاعي خد قد ايه على النار؟ خد من 20 ل25 دقيقة. طبعا بتشيكي عليه من وقت للتاني، بترفعي الغطا وبتبص كده بتعمليه بتختبريه بالخشبة زي ما انتوا شايفين كده معايا. لقيتوا الخشبة طلعت نظيفة معناها الكيك استوى. طلعت فيها عجين بتغطى عليها وبتسيبيها كمان دقيقتين ولا حاجة. خلاص. طبعا شايفين طراوة الكيك معايا عاملة ازاي؟ كيك اسفنج يا جماعة. شايفين الجمال؟ بنزل بقى بالصوص وهي لسه سخنة كده وبفرده عليها. طبعا هو بيتفرد بكل سهولة لان الكيك لسه سخن. بزينها بقى بشوكولاتة مبشورة، بزينها أنا كان عندي فورماسيل، اي حاجة لو مش موجود خلاص. هي الكيك لذيذ لوحده تحفة. اتحداكي بعد الفيديو ده هتقومي تعمليها حالا. وبس كده بتكون الكيك بتاعنا جاهز معانا.
طبعا بتحطيها على اصغر عين بوتاجاز. بتختبريها بقى من وقت للتاني زي ما انا قلت لحضراتكم. والمقادير كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. خلاص. المدة قد ايه؟ من 20 ل25 دقيقة. بتغطيها بالغطا، ما بتسيبهاش مكشوفة. طبعا ممكن تسويها في الفرن زي اي كيك عادي. شايفين بقى ارتفاعها عامل ازاي؟ ممكن بلاش صينية مقاس 26، ممكن تعمليها في 24، ممكن في 28، على حسب الارتفاع اللي انت حباه. طبعا لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش تدعوا لأم حبيبتي بالرحمة، ربنا يرحمها ويجعلها في الجنة ونعيمها. اللهم امين يا رب العالمين. وام من كل من قال امين. شايفين؟ تحفة جدا جدا جدا. طبعا لازم الفيديو ده يخلص وتقوموا تجربوها حالا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.